شيماء سيف حكت موقف جميل جدًا عن يسرا، لإن هي ويسرا معروفين إن هُم قريبين جدًا من بعض، لإن هُم اشتغلوا مع بعض كذا مسلسل، منهم مسلسل ألف حمد لله على السلامة أكتر مسلسل مشهور يعني. فحكت موقف لمّا الفترة دي وهُم في مهرجان الجونة، كانت يسرا قاعدة في مؤتمر كده وراحت شيماء سيف خدت المايك وقالت أنا عايزة أحكي موقف عنها ما حدش يعرفه. فقالت إيه بقى، قالت أنا شُفت خير أشكال وأنواع كتير، إنما أنا هاحكي موقف حصل وأنا حضرته معاكِ شخصيًا. كانت بتكلم يسرا يعني. بتقول لها إحنا كنا في يوم بنصور في مسلسل ألف حمد لله على السلامة، وكنا في منطقة كده مش فاكرة كانت الحسين أو قريب منها يعني، وكنا بنصور الصبح بدري والمحلات كلها قافلة، مفيش حد خالص. وقالت لها ما تزعليش مني يا يسرا يعني اني هقول كده بس لازم احكي. راحت يسرا قالت لها والنبي ما انا فاكره. راحت شيماء سيف قالت يسرا يا جماعه كانت والمحلات قافله ومفيش ناس خالص، كانت بتطبق الفلوس وتحطها لهم من تحت الباب بتاع المحلات وتمشي. يعني هي مش بتسعد بس الناس اللي تعرفهم، لا كمان الناس اللي ما تعرفهمش هيصحوا يلاقوا حاجه حلوه هي عملتها معاهم. عشان كده بقول انت جميله وقمر ومفيش كلام يوصف حلاوه قلبك. بصراحه هو موقف جميل جدا منها والله اعلم برضو يعني. الواحد في ناس كتير جدا ساعات تقول طب ما هو كده الفلوس مش حلال والفلوس اصلا حرام، فبرضو الواحد ما يحبش ان هو يتدخل برضو في حاجه الله اعلم بينها وبين ربنا، ممكن تقبل ممكن ما تقبلش، دي حاجه بينها وبين ربنا. بس هي الفكره ان هي عملت حاجه حلوه ممكن لما اتحكت ناس كتير تقلدها، فتبقى حاجه يعني نشرت حاجه حلوه يعني في المجتمع، دي حاجه حلوه قوي. ويمكن يسرا وشيماء سيف هما الاتنين يعني مرتبطين جدا مع بعض في المسلسلات، لان هما الاتنين دمهم خفيف وتحس ان هما الاتنين قلبهم ابيض. بغض النظر عن اي حاجه تانية، بس انا بشوفهم فعلا هما الاتنين قلبهم ابيض جدا. وده لان كمان في موقف حكيته شيماء سيف قبل كده في لقاء برضو بخصوص مسلسل الف حمد لله على السلامه. بتقول في مشهد من المشاهد كان المفروض ان احنا نطلع السلم كده طويل، وعشان خاطر يعني المفروض ان ايه يكون في المشهد عباره عن نطلع بالسلم وبطلع اتخانق يعني. فبتقول انا وقتها ما كنت لسه يعني وزنها كان لسه تخين، وكانت بتقول كان عندي مشاكل في رجليا، ويمكن مشاكل رجليا هي اللي خلتني اصلا اعمل موضوع عمليه التخسيس. فكان رجليا وجعاني جدا وما كنتش قادره ان انا اطلع السلم ده. ومش قادره اقول لا للمخرج، ما اقدرش اقول له لا. فرحت قلت ليسرا انا رجليا وجعاني جدا ومش قادره اطلع السلم ده ومش عارفه اعمل ايه. فراحت لها خلاص مالكيش دعوه انت. راحت قالت للمخرج انا مش هقدر اطلع السلم ده. ما قالتوش ان شيماء قالت لها ان هي يعني، قلت لهم انا مش هقدر اطلع المشهد، مش هقدر اطلع السلم واعملوا المشهد ده تحت ما يتعملش فوق في يعني ما يطلعش فوق في السلم. فلقيت الموقف ده شيماء بتقول انا فاكره لها، ويعني فعلا من المواقف اللي هي شالت عني الحرج بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت فعلا انا يعني ممتنه ليها في الموقف ده قوي، ان هي يعني فرحتني، وفي نفس الوقت ما كنتش هعرف اعمل ايه يعني او هعمل ازاي المشهد ده وانا رجليا وجعاني وما اقدرش ان انا اطلع السلم ده كله.